لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. كل سنة وحضراتكم طيبين. يا رب يعود عليكم ده الأيام بخير يا رب إن شاء الله، وكل عيد واحنا مع بعض إن شاء الله. النهاردة جايلكم فيديو جديد، فيديو كله تنظيفات كده ونشاط، وهقولك على شوية أفكار كده تعملوهم عشان ما تتعبيش نفسك. يلا بينا نبدأ الفيديو. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بيني وبين رزقي وجبري وتوفيقي فتحا مبين. دلوقتي يا بنات أنا بصراحة ما كنتش هنضف يعني تنظيف عميق، عشان احنا كده كده على طول بننضف وكده، وبعدين يعني مش لازم كل عيد يعني ايه ان احنا نيجي على نفسنا جامد او نقلب الشقة ونقعد نتعب في نفسنا. طبعا لازم نحافظ على صحتنا، دي اهم حاجة. وطبعا لما تعملي بيتك باستمرار وايدك في بيتك باستمرار هيبقى دايما نظيف ومش هيتعبك، تمام. بس دي عادة، وانا قلت يلا عشان نحس بالعيد ونفرح نفسنا ونعمل حاجة جديدة كده ان احنا متعودين عليها، تمام. بس طبعا من غير مجهود، من غير ما نتعب نفسنا. انا عملت كل يوم حاجة يا بنات. انا بصور الفيديو ده بقالي اسبوع، تمام. كل يوم بعمل حاجة. اول حاجة بدأت بيها ان انا انضف المطبخ. طبعا مرضيش اصور تنظيف المطبخ كله معاكم لانه يعني بصراحة كان هياخد وقت كبير قوي. انا عندي المطبخ بتاعي عاملة من تحت كله رخام وارفف رخام وكده، فانا نزلت كل حاجة وغسلت الرخام ده ونضفته، وبس خد وقت كبير. وبصراحة يعني انا ما حبيتش ان الفيديو طول عن كده، لاني جايبه لكم من كل تنظيف كده يعني ايه مقطع بسيط، تمام، عشان بس تاخدوا الفكرة. بدأت اول حاجة بالبوتاجاز، والبوتاجاز طبعا احنا بنغسله كل يوم، بس اللي احنا بنغسله كده من فوق وبنطوقه من فوق او بنلمعه من فوق، وطبعا الجوانب وورا البوتاجاز يعني الحاجات دي مش دايما باستمرار. احنا بقى بنعملها كل فترة. في طبعا اللي بوتاجازه طبعا صعب ان هو يتشد، يعني الواحدة مثلا تبقى البوتاجاز بتاعها داخل متقفل عليه جامد، فبيبقى صعب ان انتي يعني تشديه او كده تعملي وراه. بس احسن حاجة ان انتوا على الاقل تعملوا الحاجات دي حتى لو كل شهرين مرة. هي المفروض كل شهر، علشان الدهون ما تتراكمش والموضوع ده يتعبك او يربي حشرات او يطلع ريحة مش لطيفة، تمام. احسن حاجة ان انت كل شهر تشد البوتاجاز وتعملي وراه، تمام. لو هو صعب او الموضوع صعب عليكي، شوفي حد مثلا زوجك يكون معاكي يشدهولك على ما انت تنضفي وراه، ابنك، اختك، اي حد فهماني يساعدك في الموضوع ده. بس لازم ان انت تشدي البوتاجاز باستمرار على الاقل كل شهرين، علشان ما يتراكمش وراه دهون، تمام. انا دايما بشد البوتاجاز بتاعي عشان هو يعني المكان هو واسع شويه، مش ضيق قوي، فانا بشده بسهوله يعني، تمام. ودي فيه باستمرار. بس انا بصراحه ما عملتوش من العيد اللي فات، عشان اكون صريحه معاكم، ما عملتوش من تنظيفات العيد الصغير، تمام. يعني اخر حاجه كانت في رمضان، في اخر رمضان ما عملتوش، لان انا جيت بعد العيد الكبير، يعني بقى لي فتره كده تعبانه، ربنا يشفي كل مريض يا رب ويشفيني، وماشيه على العلاج يعني، وباخد جلسات وكده. يعني الموضوع ده مؤثر شويه على صحتي، فانا ما بحبش ان انا اهلك نفسي، تمام. ما بحبش ان انا اجي على نفسي واهلك نفسي. لما بكون فاضيه ورايقه ومفيش ورايا حاجه، واحس ان انا مش تعبانه وفيا شويه نشاط، اشوف ايه اللي ناقص في شقتي ما اتعملش بقاله فتره، او ان انا بنضف مثلا من على الوش كده وما نضفتش تنظيف عميق مثلا. اعمل كل حاجه يعني ايه في يوم، في اسبوع، فاهمني. فانا جيت بقى دلوقتي في يوم كده، قلت بصراحه ما كنتش عامله زي ما انا قلت لكم، بس جيت كده لقيتني في يوم فاضيه كده ومفيش ورايا حاجه وشقتي رايقه وولادي اولادي اتغدوا ونضفت المطبخ ومفيش اي حاجه. فقلت ايه والله انا فاضيه، كنا بعد العصر، اقوم اروق المطبخ، تمام. قمت بدأت بالبوتاجاز، غسلت البوتاجاز وشديته وراه. طبعا هو ما كانش نضيف قوي، بس برضو ما كانش وراه كمية الدهون اللي ممكن ان انتي تقعدي تعملي فيها طول النهار، وتجيبي بقى مزيل دهون وتقعدي ترشي وتستني ومش عارفه ايه وتعملي خلطات. لا لا لا، هو انا رشيت شوية من البخاخ اللي انا بعمله دايما، بريكس ومية، تمام. بريكس ومية، ما حطيتش اكتر من كده، وحطيت شوية صابون مواعين
ودعكت بالمقشه طلع زي الفل. وكمان جوانب البوتاجاز عندي انا ما غسلتهاش زي ما انا غسلت البوتاجاز من فوق كده بالاسبونجه، انا بس رشيت عليها بالبخاخ بتاع ده اللي هو الميه والبريكس، وبفوطه قطن كده او بقماشه قطن، ولمعتها وكانت زي الفل. لان انا دايما ايدي في البوتاجاز حتى لو مش هعمل وراه ساعات كده، عشان يعني طبعا هو جنبه يعني في الجنب ده مكان فاضي، يعني ايدي ممكن تدخل وكده. بحس ان انا لو بعمل صلصه او بعمل حاجه ممكن ان هي تطرطش على البوتاجاز او تنزل على الجوانب، ايدي دايما فيه فوطه مبلوله كده، واحط عليها صابون مواعين وادخل ايدي كده يعني ايه، واظبط كده الدنيا او المع الدنيا، بيبقى الموضوع سهل معايا. علشان لما اجي انا اقلب المطبخ او انضف تنظيف عميق ما يكونش الدنيا مكركبه عليا. تمام. وبرده ايدي في المطبخ باستمرار. برضو لمعت السيراميك اللي فوق الحوض، وده برضو ايدي دايما فيه باستمرار. حتى اللي مش عند البوتاجاز لو مش عايزه اغسل ولا وبهدل الدنيا بقى بميه ورغوه والحاجات دي، بجيب بخاخ بحط عليه كلور وبحط عليه صابون مواعين وبحط عليه بريكس، وبروح بخ كده على البلاط وبفوطه قطن برضه او قماشه قطن، وبلمع بيبقى البلاط زي الفل والله العظيم وزي العسل. تمام. برضو خلصت المطبخ ودخلت على اوضه الاطفال، رشيت فيها كده شويه ميه بمسحوق برضو صغيرين، هو مش باين رغوه عشان انا قلت لكم احبش اعمل رغوه كتير، لان انا في مره كنت بغسل المطبخ وكده وعلى عيد وكنت عامله رغوه كتير كده وبصراحه وقعت وقعه صعبه جدا على ظهري، فمن يومها انا حرمت اعمل رغوه كتير يعني. تمام. هو كده كده بيتنضف يعني. المهم برضو روقت غرفة الأطفال لأن كنت مروقاها برضو قريب، فغسلت الأرضية كده، وكنت قبلها برضو كنت مهوية المراتب ومغيرة الفرشة، فقلت ايه أغسل الأرضية كده. تمام. دخلت بقى طبعا كل حاجة في يوم زي ما أنا متفقة معاكم، كل حاجة في يوم. تمام. غرفة الأطفال أنا عاملاها لوحدها في يوم، بس ما حبيتش إن أنا أجيب معاكم الفرش والحاجات دي. تمام. عشان الفيديو مبقاش طويل. خلصت دي في يوم، مطبخ في يوم، أوضة الأطفال بعدها بيوم أو 2، دخلت برضو على الركنة بعدها بيومين. تمام. الركنه طبعا هي دي اللي بتاخد مني مجهود شويه، لاني بعملها بالمكنسه الاول من التراب، وبعد كده بغسلها بفرشه كده وشويه مسحوق وميه او معطر، وبشغل عليها المروحه لحد ما تنشف. وطبعا الكوشنات او المخدات اللي عليها بغسل برضو الفرشه بتاعتها كلها. تمام. وعملت الشباك بالمكنسه ابني والله العظيم لو وبصراحه ابني كان بيساعدني يعني الصغير كان بيساعدني، ربنا يبارك فيه يا رب. وعملت ما غسلتش الستاير بقى لاني كنت غسلها قريب. تمام. فما غسلتش الستاير. ده كان شكل الركنه بعد ما غسلتها وسبتها بقى تنشف، شغلت عليها المروحه. طبعا برضو غسلت الارضيه برضو، يعني حطيت شويه ميه كده بمسحوق بمعطر ودعكتها بالفرشه، بس برضو مش عملت رغوه كتير يعني وبهدلت الدنيا. تمام. انا بعمل حاجه بسيطه كده وبشد وبنشفها بالشرشوبه. تمام. ابني برضو كان بيعمل معايا الركنه. على فكره ابني الصغير ده بيحب يعمل معايا كده. حاولوا ان انتوا تشاركوا اولادكم معاكم، حاولوا ان هم يساعدوكوا حتى لو شباب يعني، حتى لو ولاد يعني مش بنات. انا عندي ربنا يبارك يا رب ولادي 2 ولاد. ابني الكبير بصراحه مش بيعمل معايا اي حاجه هو لما بيعوز يشرب بيخلي حد او اخوه الصغير او يقول يا ماما انا عايز اشرب، استحاله ان هو يقوم من مكانه ويجيب لنفسه، فده انا ما بطلبش منه. تمام. ابن الصغير بقى بيحب جدا ان هو يساعدني، فانا دايما بعوده على كده برضو وبشجعه يعني. حتى انا حطيت المشايات قلت له تعالى اغسلهم معايا، وفضلت انا اصوره وهو يغسل، هو بيحب الموضوع ده جدا. تمام. ومفيش فيها اي حاجه لما اولادك يكونوا صغيرين تعودوهم على التعاون، تعودوهم ان هم يعملوا معاكي. اقول لهم رتبوا اوضتكم. طبعا يعني انا بحاول يعني مش بيعمل معايا على طول، بس هو بيفرح لما بيلاقيني مثلا بنضف تنظيف عميق، بيحب يشتغل معايا يعني. فانا بنتهز الفرصه وبخليه يعمل معايا عشان يعني ايه، لو انا تعبانه لو انا كده صراحه بطلب منه حاجه هو اللي بيعملها لي. تمام. لكن ابن الصغير انا ما عودتوش من الاول ان هو يعمل، ابن الكبير قصدي ما عودتوش من الاول ان هو يعمل معايا، فبصراحه طالع ما بيحبش يعمل اي حاجه حتى لنفسه يعني. حتى لنفسه لما يعوز حاجه يقول لاخوه الصغير جيبها لي. تمام. خلصنا بقى المشايات، وكان في حافظة سجاد برضو. انا كنت كان في 2 في الصالة، كنت من فترة كده غسلت واحدة وشلتها، وغسلت برضو التانية وكنت نشرها، ما كانش فيه غير المشايات دي. السجاد برضو كنت غسلاه من رمضان وشلته.
انا بشيل الفرشة في الصيف لان انا دور اخير، وشقتي دايما حر جدا جدا يعني انا بشغل مروحتين وببقى يعني مش قادرة اقعد بصراحة. يعني الصيف صعب عندي جدا جدا، فعشان كده بشيل كل السجاد، ما بفرش غير بصوا غير اي حاجة على الارض مش بفرشها، لاني البلاط عندي بيبقى سخن، الفرش عندي بتكون سخنة، كل حاجة بتكون سخنة، حتى الحيطة كده تحط ايدك على الحيطة تلاقيها سخنة. تمام، فانا مش بفرش ولا بحط اي حاجة. فانا في بس حافظة سجاد، هي مش بديل السجاد، حافظة سجاد كنت بفرشها لوحدها كده، ولا خفيفة ولا تقيلة. تمام، فبفرشها لوحدها يعني في المكان اللي احنا بنقعد وبناكل فيه، بفرشها وبس. هي دي اللي انا فرشاها في الشقة كلها. طبعا كنت غسلتها والدنيا تمام، يعني خلصت بقى كل اللي ورايا. وكل ما اعمل حاجة برتبها، يعني مش بسيب الشقة مقلوبة ورايا، اعمل اوضة واقلبها واسيبها وارجع اروح الاوضة التانية وارجع اروح مش عارف ايه، لا كل حاجة بعملها برتبها. هو ده النظام وهو ده الترتيب وهو ده التنظيف اللي مش هيخليكي تتعبي ان انت مثلا تقلبي الاوضه في يوم، لا اقلبيها وفي نفس الوقت رتبيها واقفليها، ويبقى كده خلصت. تاني يوم تشتغلي في الحاجه في الصاله مثلا او في غرفه تانية او كده، كل غرفه يعني ايه تخلصيها، تقلبيها النهارده فتخلصيها، تفرشيها وتنضفيها وتخلصيها عشان الدنيا ما تكركبش عليكي. بس خدي مني افكار دي بقى، شوفي الافكار اللي انا قلتها لك دي، خدي منها لو فكره واحده ونفذيها، هتلاقي نفسك ارتحت جدا، وايدك طبعا في شقتك على طول، هتلاقي الدنيا بسيطه معاكي يعني، ومش هتتعبك ولا حاجه. تمام، اهم حاجه زي ما انا قلت لك كده، تنضفي وتروقي كده بترتيب. تمام، يعني اعملي غرفة الأطفال النهاردة، والله أنا شلت الفرشة وهويت المراتب ومسحت الأرضية، خلاص هسيبها طول النهار تتهوى، واجي آخر النهار مثلا بعد العصر فرشت السراير، لمعت الموبيليا وفرشت السراير، والأرضية نشفت خلاص، والستاير اتغسلت مثلا، أو الستاير هاخدها تتغسل مش مهم، افرشها في نفس اليوم مش مهم، افرشها وارشها معطر واقفل عليها كده، خلاص الاوضه خلصت. تاني يوم اشتغل في غرفه تانية وهكذا. تمام، وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. متنسوش بقى باللايك، ولو انت لسه جديده عندي في القناه يا ريت تشتركي عشان يعني ايه تكوني من عيلتي الجميله كده ونكبر مع بعض. ومستنيه منكم بقى تعليق. السلام عليكم ورحمه الله.